السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى هنفرز التوم باسهل طريقه، هيقعد معاكي من السنه للسنه من غير ما لونه يتغير ولا ريحته. خبره كده اكتر من 20 سنه بفرزه يا بنات بنفس الطريقه، وكمان سعره رخيص جدا. زي ما فرزنا كده صلصه الطماطم، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ده الباقي منها يا بنات كنا مفرزينها مع بعض في شهر رمضان الكريم، في تفريزات شهر رمضان، وقضتني طول الشهر، ودي الباقي عندي. وكمان عجينة الفلافل وتفريزات تانية كتيرة طبعا كنا عاملينها مع بعض. بسم الله ما شاء الله، بيتك بيبقى مليان بالخير دايما، يا رب بيتكم مليانة بالخير والستر والسعادة. الطماطم يا بنات دلوقتي وصلت 50 و60 وكان ب40. أسعارها طبعا كتيرة جدا، كنا جايبين الكيلو أياميها ب8 جنيه. فدلوقتي برضو التوم رخيص جدا، ولما بينشف بيبدأ يغلى. يعني التوم ده بيبقى الكيلو ب 200 جنيه وب 300 جنيه لما بينشف. فاحنا جايبين التوم النهارده ب 15 جنيه وب 17 جنيه. الحزمه الصغيره اللي معايا دي كانت الكيلو ب 17 جنيه، علشان الروز بتاعتها كبيره زي ما انتم شايفين. الحزمه التانية الكبيره الكيلو ب 15 جنيه، علشان فيها كبير وصغير فمش هيفرق معايا. بس انت لو هتشتري اشتري اللي هو ب 17، اللي هي الراس الكبيره شويه. ليه بقى؟ علشان بتبقى سهله معاكي في التنظيف والتقشير، وكمان ما بتهدرش معاكي بقى في القشور والجزء اللي هو بيبقى فيه طينه من تحت كده في الراس بتاع التوميه من تحت. طبعا الطينه دي كلها والعروق كمان الخضره دي بتوزن، فلما بتجيبيها صغيره فبتلاقيها وزنت معاكي. هاتيها كبيره زي الراس اللي في ايديا دي كده، الراس الكبيره بالشكل ده، الكيلو جايباه منها ب 17 زي ما قلت لكم. تمام. ولكن انا ما كانش فارق معايا، وما كنتش شايفه بصراحه اللي هو ب 17 بعد ما اشتريت اللي هي ب 15 دي. تمام. بس كده. هنبدا بقى حبايبي، اهم حاجه جيبي التوم وهو اخضر، تكون العروق بتاعته خضرة، ما يكونش لسه نشف. وعلى فكرة احنا مفرزينه مع بعض برضو في حلقة على القناة وهو ناشف. التوم الأحمر ده هو ناشف، كان ناشف خالص وفرزناه وكان طالع معانا زي الفل. تمام. طب هنجيب التوم الأحمر ولا التوم الأبيض؟ التوم الأبيض بيبقى أفضل من التوم الأحمر، ولكن التوم الأحمر برضو مش وحش، الاتنين زي بعض وحلوين هيبقوا معانا زي الفل. تمام. انا جبت كده ده شويه صغيرين اللي طلعوا من الحزمه اللي هي الكبيره اللي انا قلت لكم الكيلو ب 15 جنيه. دول كده كنت منقيهم علشان كنت عايزه افرزهم وهم متعلقين، ولكن انا قلت لا بالمره انا هفرمهم. هقول لكم ازاي برضو تفرزوه وهو متعلق، وازاي برضو تعمليه في الكبه زي ما هنعمله النهارده. اهم حاجه بقى انا بشيل القشره اللي فوق، قشرتين كده يكونوا ناشفين، وبشيل معاها الجزء اللي فيه طينه في راس البصل التوميه، عشان تبقى معايا نظيفه وبيضه كده وزي الفل. تمام. هنا بقى البرطمانات دي غسلتها كويس جدا، وهروح بقى احطها في الفرن. هولع الشوايه او الفرن من تحت مش هتفرق. هيقعدوا في الفرن كده حوالي من 10 دقايق لربع ساعه، وبعد كده هطفي عليهم الفرن واسيبهم في الفرن لحد ما يبردوا تماما. مش هطلعهم من الفرن، احطهم على ساعه علشان ما يفرقعش منك. وهنا في الحله دي بقى ميه حطيت فيها الغطيان كمان كده، واسيبها كمان 10 دقايق كده، وهطفي عليها وبعدين هشيلها من الميه وهسيبها تتصفى تماما، علشان لما اجي اغطي بيها البرطمانات تكون ناشفه معايا تماما وما يكونش فيها ولا نقطة مية. هنا التوم بقى هرجع تاني كده اعيد عليه تاني تنظيف. اعيد عليه تنظيف بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هاخد القشرة التانية، يعني القشرة اللي فوق دي كمان هستغنى عنها. ليه بقى هشيل قشرة تانية؟ ما انا شايلة قشرتين تلاتة من الراس مع الحتة اللي فيها طينة، علشان ايديا احتمال تكون مكانها مكان اللي ماسكة الجزء اللي فيه طينة من التوم جه على الجزء الابيض اللي قدامكم ده. فزيادة تأكيد ان التوم يبقى نضيف معانا، فشلت كده ورقتين او ورقة من التوم وبحطه في الصينية الصغيرة. والصينية الكبيرة دي بقى هحط فيها الورق اللي بيبقى بين الفصوص، الورق الخفيف الشفاف ده اللي بيبقى بين الفصوص ده انا هنعمله توم باودر. بصوا بقى بشيل كده ورقة او ورقتين، وببدأ كمان اشيل الحتت اللي هي في الفص من تحت بتبقى واخدة جزء من ال- اللي هو الحته بتاعت الجامده اللي بتبقى في التوم من تحت، اللي هي بتبقى في الارض. الفص كده بيبقى باخد جزء منها. تمام. وبشيل الحته كمان اللي بتبقى في نص التومه، بتبقى هي عامله زي الخشبه كده، بتبقى جامده. طبعا بتتشال خالص، بتستغنى عنها علشان غلط على الكبه وملهاش اي لازمه.
بصوا حبايبي انا بعمل ايه، بشيل جزء كده من قشره او قشرتين من التومه، الجزء اللي انا بقول لكم عليه بشيله من الفصوص بالسكينه كده، تبقى واخده كده من الراس من تحت. ودي الغطيان بعد ما غليت كده 10 دقايق ولا ربع ساعه طفيت عليها، وبرده البرطمانات هطفي عليها واسيبها في الفرن تبرد خالص. تمام. اهو بصوا كده بشيل كده اول قشره كده واحطها في الصينيه اللي انا هستغنى عنها دي خالص. ببدا بقى اخد القشور النظيفه احطها في الصينيه الكبيره دي، وبعدين باخد بقى الفصوص بتاعه التوم، لو لقيت فيها حته جامده من التوميه كده من تحت ببدا ان انا اشيلها. تمام. بس وباخد بقى التوم كله كده انضفه، وباخد الفصوص انضفها كويس، وبشيل بقى الورق احطه، الورق الخفيف اللي بين الفصوص احطه في الصينيه الكبيره. وكمان الحته اللي في نص البصلايه دي بنستغنى عنها هوريها لكم دلوقتي. خلصت الكميه كلها بنفس الطريقه. خلاص كده. طيب بعد كده هنعمل ايه، دي بصوا يا بنات شايفين انا بشيل الحته اللي هي بتبقى جامده دي. تمام كده، زي الفيديو موضح. ولازم ننضف التوم كده كويس جدا بالشكل ده. دي الحته بقى اللي بتبقى في النص كده بنشيلها خالص، ملهاش اي لازمه. ودي الكميه كلها اللي طلعت معايا هنعملها توم باودر. ودي اللي في الصينيه الصغيره دي هنستغنى عنها بقى. بصوا دي كده، دي الورقه اللي احنا شايلينها من على التوميه من بره، والحته الجامده اللي بتبقى في نص التوميه. وده الورق النظيف القمر ده هنعمله توم باودر. هيبقى بجد تحفه، احلى واجمل مليون مره من اللي احنا بنشتريه جاهز. هاخده بقى اقسمه في صينيتين بالشكل ده، وبعدين هاخده بقى احطه في الفرن. مسخنه الفرن درجه حراره 180. هحط بقى واحده على الشبكه وواحده على الصاجه بتاعه الفرن، بس انا رافعه الصاجه عن البلاطه بتاعه الفرن، يعني مش مقربه قوي للنار، رفعوها كده. هسيبه بقى من وقت للتاني هبدا ان انا اقلبه. لازم تقلبيه باستمرار عشان ياخد معاكي اللون الذهبي، ما يتحرقش منك. تمام. انا بقى هاخد التوم اضربه في الكبه، واثناء الضرب في الكبه كده انا عينيا برضو على التوم في الفرن. ببدا ان انا اروح كل شويه اقلب الورق بتاع التوم. تمام. باخد بقى شويه كده من التوم بضربهم في الكبه كويس. وبعد ما اضربهم ضرب متقطع ما بتبالغيش قوي في الضرب، علشان انا عايزه التوم يبقى خشن، ما يبقاش كده مفروم ناعم قوي. في اخر ضربه خالص بحط معلقتين من الملح، وبديله ضربه بسيطه علشان بس اقلب الملح. تمام. ممكن تشيلي السلاح بتاع الكبة خالص، اللي هي السكاكين بتاعة الكبة، بعد ما تضربيه ضرب متقطع، وبعدين تحطي معلقتين ملح وتقلبيهم بالسباتلا او بمعلقة. تقلبي الملح بالسباتلا والمعلقة عشان تقلبيه كويس في التوم، وبعدين تعبيه في البرطمانات. جبت بقى البرطمانات من الفرن وبدأت ان انا اعبي التوم بتاعي بالشكل ده، والغطا ناشف تماما. وهقفل البرطمان بتاعي. اول ما هملى البرطمان هاخده احطه في الفريزر في ساعتها. ما تسيبيش التوم بره وانت بتضربيه، غلط جدا. لازم البرطمان يتملى تحطيه على طول مباشرة كده في الفريزر. تمام. هنا البرطمان ده ما كانش لسه، كان ناقص شوية، فقلت يعني يا دوبك حطيته كده ثواني على ما ضربت الكبة وكملته، وخدته حطيته في الفريزر. بصوا بقى البرطمان يا بنات واحنا بنملاه برضو ما تمليش البرطمان للاخر. حاولي عقلة صبع كده فاضية من سطح التوم لحد الغطا، يعني لحد الغطا بتاع البرطمان. ليه بقى؟ لان انا مش عايزه غطا البرطمان يبقى ملامس للتوم ذات نفسه، لان التوم عليه ملح، والملح بيتفاعل مع الغطا ده، يعتبر زي صاج كده، فبتلاقيه بقى اسود او التوم اتاكل معاه، فمش صحي تماما. لازم تخلي البرطمان يكون ناقص شويه. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. الطريقة الأضمن بقى إن انتي ما تحطيش ملح أثناء الضرب، يعني اضربي التوم ضرب متقطع، وبعد ما تضربيه وتحسي إن هو لسه خشن كده، متخلوش ناعم قوي، تخليه خشن كده وحلو معاكي. ابدأي ان انت شيلي السلاح بتاع الكبة وحطي معلقتين من الملح وقلبيهم كويس وعبيهم في البرطمان. البرطمان ده كنت حاسة ان الغطا مش عايز يتقفل كويس، حطيت له كيس من اكياس التلاجة وقفلته كويس جدا وحطيته في الفريزر. ودولت اخر شوية. بصوا انا شلت السلاح وحطيت معلقتين من الملح وقلبت بالسباتلا كده، من غير بقى ما اضرب الملح معاه علشان ما يبقاش كده ناعم قوي وبيبقى عامل ملزق كده. انما لما تحطي الملح بعد ما تضربي بيبقى التوم معاكي خشن كده وبيبقى بجد تحفه، زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. شايفين خشن وبجد تحفه. دولت اخر شويه خلاص. ودي كل الكميه اللي احنا عملناها من 20 كيلو من التوم.
بجد تحفة تقضيكي طول السنة، ويمكن السنة الجاية ان شاء الله لو كان لينا عمر على وش الدنيا يمكن تقضيني السنة الجاية كمان. ودي هريسة الشطة يا بنات اللي كنا عاملينها كمان في تفريزات شهر رمضان. الحاجة في البيت جميلة جدا، يكفي ان انت عاملاها بايديكي، واثقة من نظافتها. مفيش بجد احلى والاجمل من اي حاجة انت بتعمليها في بيتك. هنا بقى بصوا التوم بدأ كده في الورق الاخضر ده، شايفين؟ بيبدأ الاول كده يخضر، وبعد كده يديك اللون بقى الذهبي القمر ده، وينشف معاكي كده وانت بتقلبي تلاقي خرفشه كده، تحسي ان هو مخرفش كده. وخلاص اديك اللون القمر ده، بتطلعيه من الفرن بقى. تقليب بقى كل كده 10 دقايق تقلبيه لحد ما يديك اللون القمر ده. بس كده طلعه بقى من الفرن، وهسمعكم صوت بقى ايه الخرفشه بتاعته. سامعين يا حبايبي؟ لازم التوم يبقى مخرفش معاكي ويديكي الصوت ده. بس هبدأ بقى اكسره كده بايديا علشان يساعد بس الضرب في المطحنة بتاعة الخلاط. هكسره كده بالشكل ده، هفركه بايديا كده علشان وانا بضربه في المطحنة يبقى سهل معايا. هجيب بقى الخلاط اللي هو العادي، اللي هو الكبة الصغيرة بتاعة الخلاط المونولكس، وابدأ ان انا افرم بقى التوم البودر بتاعي. بس كده. عايزه اقول لك يا حبايبي بقى، هقول لكم حاجات كده واحنا بنفرم مع بعض. طبعا احنا هنفرم حبه حبه، وضرب برضو متقطع بالشكل ده، وبعد كده هنصفيه بالمصفى. المصفى دي لقيتها واسعه، هجيب المنخل العادي خالص بتاع الدقيق على فكره. هبدا ان انا انخله عشان يبدا ينزل معايا ناعم كده ويبقى جميل. عايزه اقول لك ريحته بقى وهو في الفرن والله كانت قلبه المكان. توم باودر ريحته تحفه. وهوريكم الفرق بينه وبين اللي بيتشرى جاهز دلوقتي حالا بعد ما اخلص. عايزه بقى يا حبيبتي تفرزيه وهو يعني من غير ما تفرميه. هتعملي ايه؟ هقولك على الفيديو اللي احنا كنا عاملين فيه الضفيره، هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. كنت عامله ضفيره جميله جدا وشكلها شيك كده وحلو، وتعلقيها في البلكونه، بس ما يكونش عليه شمس، الشمس ما يكونش عليه مباشره، لازم مكان يبقى فيه ضله. تمام. بس او ممكن بالعرش ذات نفسه من غير ضفيره ولا حاجه، تربطيه كويس وتروحي جايه معلقاه، بس يكون الراس ناحيه فوق. يعني ايه الراس ناحيه فوق؟ الراس تبقى فوق والعروق تبقى تحت. العروق تبقى ناحيه تحت والراس تبقى فوق بس. وتحطيه برضه في مكان يبقى فيه ضله. او لو عايزه تعمليه ضفيره هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هنا بقى بنضرب التوم البودر بالشكل ده في الكبه، وببدا ان انا المصفى لقيتها واسعه، جبت المنخل زي ما قلت لكم، وهبدا ان انا انخل التوم بتاعي. واللي بيطلع بقى في المنخل ما بيبقى خشن ده، بحطه في طبق كده او في اي حاجه عشان هعيده تاني. يعني هبدا ان انا اضربه تاني في الكبه. خلص بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. بس عايزه اقول لكم بجد يا بنات وفر معايا كتير جدا جدا. يعني التوم دلوقتي اسعاره، التوم البودر اسعاره غاليه جدا، فانت هتعمل برطمان حلو من التوم البودر. خزنت بسم الله ما شاء الله الكميه الجميله من التوم. مش هضطر ان انا اشتريه بال 230 و 300 جنيه بعد ما ينشف، او تشتري التوم اللي هو بيبقى صيني اللي بيتشرى في الشبكه ده. اوقات ما التوم ده بيبقى الموسم بتاعه خالص خالص، وما بيبقاش قدامنا اللي احنا نشتري التوم اللي هو الصيني. فانت لما بتفرزي الحاجه بتبقى بيتك بجد مليان بالخير، وبيبقى بيتك كده مستور دايما. يا رب بيوتكم مليانه بالخير والستر والسعاده حبايبي. كده خلاص اخر شويه من التوم هبدا ان انا اضربه بالشكل ده وبنخله كده. الشوية الباقيين خالص بقى اللي طالعين من النخالة مكان الخشن، هبدأ ان انا ارده تاني في الكبة، وهبدأ ان انا اضربه بالشكل ده. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ انا هعيد عليه مرة تانية. يعني كل الكمية اللي انا نخلتها دي هبدأ ان انا اعيدها تاني في الكبة. انا عايزاه انعم من كده، ويبقى كده احلى من الجاهز. بجد هو ناعم اصلا، بس انا قلت اضربه كمان ضربة كده. هحطه كده في على مرتين، وهبدأ ان انا اضربه للمرة التانية. وبرضه هنخله، والشوية اللي هيطلعوا بقى في المنخل شوية صغيرين كده لا يذكروا، مش مشكلة بقى ايه، هنستغنى عنهم تماما. بس كده. احنا كده عملنا التوم، عملنا التوم البودر. قلنا كل حاجة عن تفريز التوم. قلت اول حاجة ممكن تفرزي التوم الابيض، ممكن تفرزي التوم الاحمر، مش مشكلة خالص. احنا مفرزين قبل كده التوم الابيض، ومفرزين التوم الاحمر وهو ناشف.
تمام. ودي طريقتي بجد يا بنات من اكتر من 20 سنة، وانا بفرز بنفس الطريقة، وبجد بيبقى جميل جدا وبيريحني جدا. بس اهم حاجة بتيجي تطلعي البرطمان، بتاخدي اللي انت عايزاه بمعلقة ناشفة، وفي ساعتها بتقفلي البرطمان وتحطيه في الفريزر. تمام. ما ينفعش خالص تطلعي البرطمان على الرخامة ويفك منك. بصوا هنا بقى التوم اللي احنا شاريينه، انا فضيته لكم من بتاعة التوابل، وده التوم اللي احنا عاملينه. بصوا والله بدون حلفان، التوم بتاعي اللي احنا عاملينه النهارده احلى واجمل وانضف من التوم اللي احنا شاريينه باودر ده. تحفه، وريحته خطيره ولونه جميل، حاجه كده بجد تحفه. حطيته بقى برطمان كده صغير، وجبت البرطمان التاني ده، ولكن انا لقيت البرطمان يعني ايه فاضي، فهفضي الصغير ده فيه، هيبقى برطمان واحد. شايفين؟ برطمان بقى لازم يكون مغسول ومتعقم برضو. ده برطمان صلصة عادي، برطمان مربى، برطمان عسل نحل، ينفع معاكي. هكتب عليه بقى توم باودر كده علشان طبعا ايه ابقى عارفاه. بصوا الكميه، بسم الله ما شاء الله. التوم كده تحس ان هو انا بحبه خشن كده، بحبه يكون خشن شويه، ما يكونش ضربه متقطع، عشان ما يبقاش يعني ايه ناعم قوي، ويكون ماي كده معاكي. وكمان ما تحطيش الملح وهو بيتضرب، يعني بعد ما تضربي في الكبه شيلي السلاح خالص بتاع الكبه، وحطي المعلقتين الملح وقلبي كويس، وروحي جايه حطاه في البرطمانات. اول ما تحطي في البرطمانات املي البرطمان، وفي ساعتها حطيه في الفريزر. ودي هرسة الشطة بجد. التفريزات يا بنات مفيش احلى والاجمل منها، حاجات بتنفع. وصلصة الطماطم بجد، وبص تسبيكة المحشي، عاملة تسبيكة محشي الحاجة في البيت بجد. انا مدمنة تفريزات. يكفي كده ان انتي مش معاكي فلوس اخر الشهر، بتلاقي تلاجتك فيها مش قادرة تنزلي، بتلاقي تلاجتك فيها جالك ضيوف فجأة. دايما يا رب حبايبي بيوتكم مليانة بالخير والستر والسعادة، وبحبكم جدا جدا في الله، واتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتقولي لي في تعليقاتكم الجميلة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك الحلو منكم، الاشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين، تنوروني وتشرفوني، يبقى شرف وجودكم الجميل في حياتي. بحبكم جدا جدا في الله، واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.